بقول لك ايه، الواد ده ابن مين؟ هو ايه ابن مين؟ في بقول لك ايه، الواد ده ابن مين؟ انت هتستعبطي؟ انت إيه؟ لسه طالع التحليل دلوقتي بيقول ان انا عقيم، الواد ده ابن مين؟ ايه انت اتجننت؟ ادخل دلوقتي جوه. ايه ادخل جوه دي؟ بقول لك الواد ده ابن مين؟ في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ مش فاهمه اي حاجه. التحليل دي بتبين ان انا عقيم، ما بخلفش بقى من ساعه ما اتولدت، الواد ده عنده 10 سنين، انت عايشه معاه على غش؟ الواد ده ابن مين؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ده شكلك خلاص. امسك التحليل كده واقريها. حضرتك التحاليل كلها انا راجعتها بنفسي، تحليلك كويسه، بس في منطقه الخلفه انت ما بتخلفش، انت اصلا مولود بالعقم دوت، يعني مولود بالخلل دوت. انت بتقولي ايه؟ بقول لك انا عندي عيل عنده 10 سنين، ايه يا عم؟ ايه ده يا استاذ؟ ايه اللي اهدى؟ في حاجه غلط في التحليل دي، راجعيها. انا عندي عقم. اقرا ايه وزفت ايه؟ ايه القرف اللي انت جاي الواد ده تقوله ابن ده؟ مين عشان ما يخليش عيش سودا دلوقتي؟ الواد ده ابن مين؟ عشت ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا مش فاهمه اي والله حاجه. العظيم انا كفيت دلوقتي وقعدتلك، بس انا عشان اخوكي صاحبي اقسم بالله العظيم مش عاوز افضحك، قولي ابن مين عشان ما افضحكيش. انت ايه؟ انت مجنون، انت مجنون. الواد ده ابن مين؟ ابن مين؟ بتقولي مع ابنك مين؟ طبعا، يعني ازاي؟ انت بتتكلم ازاي؟ طالما مش عاوزه تقولي يلا خش لم هدومك وغوري انت والواد ده لحد ما اصرف مع عيلتك، يلا خش يلا خش. ايه ده؟ انت اكيد اتجننت. يلا انا هعرف ده ابن مين. بص يا جبريل، لوم العيش والملح اللي بينا اقسم بالله كنت قتلت اختك خانتني وانا عمري ما هسيب شرفي. اللي انت بتقوله ده غلط يا حسام، انت بتغلط جامد كده. لا ما غلطش جامد يا حبيبي، اختك خانتني ولازم اعرف هي خانتني مع مين، اقسم بالله ما هسيبها ولا هسيب اخلص قطع لسانك، اللي انت بتقوله ده انا عمري ما خنتك، وكنت دايما على طول معاك كويسه وصينات في عيشتك في كل حاجه، بس انت انسان ما عندكش ثقه في نفسك. بصي ما تنسليش كتير، انا لازم اعرف هي خانتني مع مين، واول ما اعرف انت خنتيني مع مين هقتلك وهقتله، انا خلصت كلامي. بصي يا حبيبتي، لو انت كنت غلطتي عرفيني، انا برضو ماما كانت صاحبتك وستر وغطى عليكي، بس عرفيني. بصي انا لو كنت غلطت كنت هقول لك غلطت وخنت حسام، لكن انا عمري ما خنته ولا عمري فكرت ان انا اخونه، واللي بتخون دي بتبقى انسانه مش كويسه، لكن انا بحب جوزي واخدها على حب وانت عارفه كده كويس قوي، وبصونه في غيابه ووجوده، بس هو للاسف انا مش عارفه ليه هو عمل كده. يا حبيبتي انا مش بقول لك انت خنتيه، بس بسالك لو في غلطه نصلحها. انا لو كنت غلطت كنت هقول لك غلطت وخنت حسام، بس انا ما خنتهوش ولا عمري خنته. ماشي يا حبيبتي، ربنا يصلح الامور ويعديها على خير ان شاء الله. ما ينفعش حسام اللي انت بتعمله في نفسك ده عشان واحده ما تستاهلش، انا قعدت كتير والله انصحها عشان ما تخونكش، والهبل اللي هي بتعمله دوت وبرضه هي مصممه. يعني ايه لازمتها بقى اللي انت جايه تقولي لي دلوقتي؟ ايه لازمتها؟ ما كنت تقولي من الاول، تنصحيها على اساس ايه يعني؟ وايه اللي يثبت ان انت كنت بتنصحيها اصلا؟ ايه الدليل على كده؟ بص يا حسام انا معايا الدليل. ايه الدليل ده ان شاء الله؟ اسمع بنفسك. غلطت وخنت حسام. ايه ده؟ ايه رايك؟ يعني هي معترفه اللي هي خانتني وعادي كده؟ يعني هي معترفه مع بجحه للدرجه دي؟ يعني حتى مش مداريه على نفسها؟ طب اقسم بالله العظيم لا اقتلها. لا يا حسام ما تهدى يا حسام كده، انت مش هتضيع نفسك عشان واحده ما تستاهلش. بص انت طالما ثبت عليها الخيانه يبقى بص تخليش تاخد اي حق من حقوقها، تمام كده؟ يعني ايه؟ وده هيبرد ناري اصلا؟ بقول لك لازم اقتلها عشان افش غيري ده، ما ينفعش يا حسام ما هو لازم تكسب بدل ما تخسر حياتك كلها. وانا هستفاد ايه من شويه عفش ما لهمش لازمه او شويه فلوس هرميهم عشان مؤخر؟ ما ينفعش، انا تعبان لازم افش غليلي، انا متخانق يا ست انت. ما تهدى بس يا حسام كده، بدل ما تخسر كل حاجه اكسب كل حاجه لصالحك. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ بص ما تخليش تاخد اي حق من حقوقها خالص، واللي يغيظها اكتر بقى انك تتجوز عليها. مساء الخير. مساء النور. استاذ حسام. ايوه يا فندم. ازي حضرتك؟ كله تمام. فاكرني؟ انا فاكرك الدكتوره اللي كنت عامله لي التحليل صح؟ اهلا وسهلا. ممكن اخد من وقتك ثواني بس؟ اتفضلي حضرتك اتفضلي. ميرسي قوي لحضرتك. اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ايه بقى الموضوع اللي انتوا كنتوا عاوزيني فيه؟ استاذ حسام، انت كنت جيت قلت لك ان حضرتك ما بتخلفش والتحاليل بتاعتك فيها عقم. للاسف قلت لي انا عندي عقم. لا احب اقول لك ان الموضوع ده كله على بعضه ما حصلش، واصلا حضرتك مش عقيم، والولد ده يبقى ابنك، ومراتك ست محترمه. يعني ايه مش عقيم؟ ده انا حتى واخد التحليل منك انت، قلت لي اللي عاملاها بنفسي، قلت انت عقيم وما بتخلفش، ازاي يعني؟ انا هقول لحضرتك كل حاجه. يا سالي انا عاوزاه اول ما يجي يستلم التحاليل يبان ان هو عقيم وتعرفيه برضه. بس خلي بالك يا نهى، الموضوع دوت فيه مساءله قانونيه، ولو المستشفى عرفت ان انا مزوره في التحليل دوت هيتخرب بيتي. والله ما تقلقيش مفيش اي حد هيعرف، المهم بس ان انت تفهميه دوت وتعرفيه. طيب وبالنسبه للفلوس هتديها لي ازاي؟ اول ما يستلم التحليل من هنا هتلاقيني انا جايه لك على طول واديكي الفلوس كلها، تمام؟ اوكي تمام. طب ماشي خليني اصدقك. طب انت دلوقتي كنت متفقه معاها ومشتركه معاها في الجريمه دي، ايه اللي يخليكي تبيعيها دلوقتي وتيجي تقولي لي؟ هقول لك برضو ايه السبب يا استاذ حسام. بقول لك ايه يا نهى، دلوقتي فات على الموضوع اسبوع وهو حصل اللي انت عاوزاه وطلقها، فين الفلوس بتاعتي؟ وانا مش ضمني مش يمكن ترجع له تاني، وبعدين انا معيش فلوس دلوقتي، لما يبقى معايا ابقى اديهولي. بس ده مش اتفقنا. خلاص ماشي، ماليش دعوه انا دلوقتي بالاتفاق، لما يبقى معايا فلوس قلت لك هرجعهم لك، مفيش اي حوار بقى. يعني هي بقت كده؟ بقت كده خلاص بقى عن اذنك.
طب انت جاي تعملي ايه دلوقتي بعد ما اتخرب بيتي وطلقت الست وابننا دلوقتي اللي في النص واتظلم ويخش في حاله نفسيه؟ ليه؟ ايه الحقيره اللي انتوا فيها دي؟ انتوا شياطين؟ طب قولي لي عرفوني انتوا شياطين ولا بني ادمين؟ ليه تتفقوا ان انتوا تخربوا بيت؟ طب ما المفروض تتفقوا عشان تساعدوا الناس مش تخربوا بيوت الناس، ليه؟ قولي لي السبب، ايه سبب ايه؟ ما تنطقي، ايه السبب اللي انت تخربي بيت البني ادمين؟ استاذ حسام انا قلت لك اللي حصل بمنتهى الامانه. طب ايه بمنتهى الامانه بقى استفدت ايه؟ حياتي رجعت تاني؟ انتوا شياطين مش بني ادمين. هعمل ايه باسفك؟ هعمل ايه باسفك؟ بعد المشكله هعمل ايه باسفك؟ خلاص الحياه خربت. انا رضيت ضميري من ربنا. ضميرك؟ انت ما عندكيش ضمير ولا انت ولا هي، ما عندكوش ضمير، ما عندكوش اصلا دين. يلا بره 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 بدل ما اعمل فيكي حاجه، غوري في 60 داهيه. بص يا كبير انا عارف انت زعلان مني وبجد انا مكسوف منك، بس والله العظيم كان غصب عني، اتضحك عليا صاحبه اختك والدكتوره اتفقوا مع بعض عشان ايه؟ يخلوني اشك فيها، وانا والله العظيم وقعت في الفخ، فحقك عليا، وعاوزك كل بس اللي طالبه منك اللي انت بس تساعدني ان انا مراتي ترجع لي تاني. بص يا حسام، انا سكت لك عشان العشره ما بيننا وانت كنت صاحبي، لكن اللي ما بينكوا ده انا ماليش تدخل فيه. هي عايزه ترجع لك ترجع لك، مش عايزه ترجع لك ما ترجعلكش، انا ماليش دعوه. لا يا صاحبي ليك تدخل فيه طبعا، ده انت اخوها، يعني ايه اللي بتقوله ده؟ انا بس عاوزك بس تساعدني ارجع لها. بص يا حسام، على اللي انت عملته ده المفروض ما اساعدكش، بس انا هعمل باصلي، انا هخش اندهها لك، هي عايزه ترجع لك ترجع لك، مش عايزه ترجع لك هي وحريتها. ماشي يا صاحبي. ثانيه بقى اخش اندهها لك. نعم. بصي انا عارفه ان انت مش طايقاني وحقك عليا، وده طبعا حقك ان اللي انا عملته مش قليل، وغصب عني والله العظيم ان صاحبتك والدكتوره اتفقوا مع بعض عشان خاطر يوقعوني فيكي ويخلوني اشك فيكي، وهم نجحوا في ده، وانا مكسوف منك، حقك عليا، واتمنى بس ان انت تساعديني ان انت ترجعي لي يعني. وارجع لك بعد ايه؟ بعد العشره دي كلها ان انت مش واثق فيا ولا واثق في نفسك؟ المفروض حتى كنت عرفت ان انا العشره دي كلها انا طبعي ايه وازاي ومتربيه ازاي، لكن انت للاسف سمعت كلامهم وما كانش عندك لا ثقه في نفسك ولا فيا. ماشي؟ كنت حتى اعمل حساب يا عم العشره اللي ما بيننا كام سنه ما بيننا، لكن انت ما عملتش كده. حتى اعمل حساب ابنك اللي بقاله 11 سنه كده، سن 11 سنه ما عملتش حسابه. ماشي؟ ما عملتش حساب اي حاجه، انت عملت حساب اي حد يقول لك حاجه تمشي وراه وتسمع كلامه، لكن انا مش مهم، لا تربيتي ولا اخلاقي يسمحوا لي ان انا كنت اخونك او اعمل فيك اللي انا عملته اللي انت قلت عليه ده، بس للاسف انت مشيت وراهم، وانا عمري ما هرجع لك ولا عمري هسامحك، وليك حق ان انت تشوف ابنك في اي وقت، لكن انا مستحيل ارجع لك. يعني اخر كلامي بص مش عاوز ترجعي لي؟ ايوه طبعا اخر كلام عندي. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان اي حد من المتابعين بيبعت لنا فكره احنا بنجسد بس ايه الشخصيه بتاعتها، ودي طبعا دي فكره احد المتابعين، او مش فكره، حياته يعني اللي بعتها لنا حصل معاها كده وهي اتخذت القرار ده، مش عارف بقى ده قرار صح ولا غلط، ليكوا برضو ايه حريه ايه التعليق، اللي هو ممكن حد يقول ايه عندها حق ده ما وثقش فيها المفروض ما ترجعلوش تاني، في حد يقول لك ممكن تسامح عشان خاطر الولد الصغير، فاحنا طبعا سايبين برضو لو انتوا عندكم راي طبعا صاحبه الموضوع هتشوفوا. طبعا كانت معايا منى وسالي ونهى، عاوز تقول اي حاجه منى ولا؟ هو المفروض فعلا ما كانش تنفع ترجع له، لان ده هو جرح جدا وساء لسمعتها وجرح اخوها، وما كانش ينفع ان هي تسامحه بسهوله كده وترجع له، ده كان من رايه واللي انا عملته في الفيديو، انتوا برضو قولوا رايكم. انا رايي ان احنا حرام، خراب البيوت حرام، وما تستغلش وظيفتك انك انت تضلل بيها، بالعكس اي وظيفه لازم تنور بيها الناس. تمام، وده بس كانت رسالتنا، طبعا نهى مش هتقول اي حاجه. نهى بتضحك. خلينا نيجي تاني، مع السلامه. يبقى ايه؟ تاخد كل ما تخليهاش تاخد اي حق ليها ولا مقهر. بصوا يا جماعه دي برضو رساله بس انت اطول مني وانا قصير. عادي عادي عادي. لازم يبقى في عندنا امانه، حرام اللي يحصل دوت ان احنا نخرب بيوت ناس. طبعا. يا عالم بطل بقى.